تتواصل أشغال بناء ملعب الحسن الثاني بمدينة بن سليمان بوتيرة متسارعة في واحد من أضخم المشاريع الرياضية في تاريخ المملكة المغربية، وذلك في إطار الاستعدادات الكبرى لاحتضان التظاهرات العالمية وعلى رأسها كأس العالم 2030. الملعب المرتقب ينتظر أن يصبح أكبر ملعب لكرة القدم في العالم من حيث السعة، بأكثر من 115 ألف متفرج، ما يجعله مرشحاً قوياً لاحتضان مباريات كبرى وربما النهائي التاريخي للمونديال. هذا المشروع يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة رياضية صاعدة على الصعيدين القاري والدولي. اختيار مدينة بن سليمان جاء نظراً لموقعها الاستراتيجي القريب من الدار البيضاء والرباط، إضافة إلى المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مركب رياضي ضخم ومتكامل يضم مرافق حديثة، مناطق خضراء، مواقف سيارات ضخمة، فضاءات تجارية، وبنية تحتية عصرية تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم. الأشغال الحالية تعرف تقدماً ملحوظاً مع تعبئة كبيرة للفرق التقنية والهندسية، حيث يتم العمل وفق أعلى المعايير الدولية في السلامة والجودة، مع اعتماد تقنيات حديثة لضمان الاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والاستفادة من الطاقات المتجددة. هذا الورش ليس فقط مشروعاً رياضياً، بل هو رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية سيساهم في خلق فرص شغل مهمة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، كما سيجعل من بني سليمان قطباً رياضياً وسياحياً بارزاً في السنوات القادمة. المغرب اليوم يخطو بثبات نحو مستقبل رياضي واعد، مستنداً إلى خبرته السابقة في تنظيم البطولات الكبرى، ومواصلاً الاستثمار في بنية تحتية حديثة تليق بطموحات الجماهير المغربية وشغفها بكرة القدم.